ده هيكون الفيديو الرابع من الكورس بتاعنا لتعليم أرنولد للمبتدئين. في الفيديو دوت هنتكلم عن أرنولد سكاتر أوبجكت. يلا بينا. هنبتدي كالعادة بالسين سيت اب، ودي هتبقى سهلة. أول حاجة هننزل بلين أوبجكت، وبعدين هننزل كيوب. هنصغر حجم الكيوب نخليه 5 سنتي بدل 200. بعدين هنروح على البليس أوبجكت ونحط الكيوب بتاعنا فوق البلين. بعد كده هنروح لقائمة أرنولد وننزل أرنولد سكاتر أوبجكت. بعد كده هنكبر الاتريبيوت مانجر بتاعنا عشان نشوف كل الأوبشنز، ونروح على الأوبجكت مانجر نسحب الكيوب ونخليه تشايلد للأرنولد سكاتر. هنلاقيه اختفى من عندنا في الفيور. وعشان نشوف الأرنولد سكاتر أوبجكت بيعمل ايه هنحتاج ان احنا نفتح الاي بي ار. هنروح لقائمة أرنولد ونختار اي بي ار ويندو، نسحبها ونحطها على الشمال هنا. هنلاحظ ان هي سودا، وده لان احنا مش حاطين اي لايتس في السين. هنروح لقائمة ارنولد وبعدين هننزل ارنولد سكاي. هنبتدي نشوف البلين بس مش هنلاقي السكاتر اوبجكت عمل اي حاجة، فهنعلم عليه في الاوبجكت مانجر وهنبتدي نشرح قائمة من القوائم بتاعته. اول حاجة عندنا الديستريبيوشن. تحت كلمة distribution هنلاقي فيه surface، فهو هنا بيقول لنا احنا عايزين object أو surface نعمل عليه السكاترينج بتاعنا، فهنقول له احنا عايزين السيرفيس بتاعنا يبقى البلين اللي احنا عملنا لها ده قبل كده. هنسحبها ونحطها جنب السيرفيس، هنلاقيه ابتدى يعمل سكاترينج أكنه كلونر. خلينا نزوم ان عشان نشوف بالظبط ايه اللي بيحصل. هنلاقي حاجة بالمنظر ده، وده اللي الأرنولد سكاتر بيعمله وهو بيشتغل أكنه كلونر. فهو عمل كلونز من الكيوب وحطها على السيرفس بتاع البلين. تحت كلمة سيرفس في عندنا selection، وهنا هو عايز مننا selection tag يكون عليه selection ل polygons علشان يعمل عليها الديستريبيوشن بتاعه. فعلشان نجيب له selection tag هنروح على البلين في الأوبجكت مانجر، هندوس عليها وندوس على حرف السي. هنلاقيها اتحولت بقت editable mesh. هندوس على الأداة اللي بتخلينا نعلم على البوليجونز من فوق هنا، وبعدين نختار البوليجونز اللي احنا عايزين يحصل عليها distribution للكيوبس بتاعتنا. اخترت ال9 دول. علشان نسيب السلكشن بتاعنا هنطلع لقائمة select وهنختار من تحت store selection. هنلاقيه عمل تاج جنب البلين. التاج دوت تحت commands فيه هنلاقي عدد البوليجونز اللي احنا اخترناها وهم 9. هنعلم تاني على أرنولد سكاتر. بعد كده هنسحب السلكشن تاج ونحطه جنب كلمة selection. هنلاقي ان الديستريبيوشن او السكاترينج اللي بيحصل ما بقاش يحصل غير في المنطقة اللي احنا كنا عاملين فيها السلكشن. بعد كده في عندنا distribution modes. اول واحد فيهم هو السيرفيس، ده اللي احنا كنا مستعملينه لحد دلوقتي. خلينا نغيره ونخليه حاجة زي vertex. لما بيبقى الديستريبيوشن على vertex فهو هيقاد كيوب واحد على كل vertex. خلينا نشوف المود اللي بعديه وهو edge. هو هنا بيعمل random distribution على الإدجات بتاعة السلكشن اللي احنا اخترناه بمسافات مختلفة ما بين كل كيوب والتاني. ممكن نعلم على uniform distribution، فده هيخلي المسافات ما بين كل كيوب والتاني متساوية. ممكن نقلل أو نعلي البوينتس من points per object. هنا هي 10، خلينا نخليها 3 مثلا، أو ممكن نعليها نخليها 20 زي ما احنا حابين. المود اللي بعد كده وهو البوليجون سنتر، وفي المود دوت هو بيحط كيوب لكل بوليجون عندنا وبيحطه في السنتر بتاع البوليجون دوت بالظبط. هنرجع تاني للسيرفس. جوه السيرفس في عندنا 2 مودز علشان نتحكم في الديستريبيوشن بتاع الكلون كيوبس. المود الاولاني وهو الدينستي، فده ليه فاليو سلايدر. بدل ما هي دلوقتي مثلا 100 فهي مغطية المنطقة كلها، ممكن نخليها 10% أو 5، خلينا 5.
فتركيز ال scattered object أو الكيوبس بيقل بنسبة كبيرة. خلينا نجرب 1. هنرجع ال density تاني 100، وبعدين خلينا نشوف المود التاني وهو ال point count. في ال point count هو بيقول لنا احنا عندنا شوية points في المنطقة ديت، فالكل point أنا هوزع عدد معين من الكيوبس، وكل ما هنعلي الفاليو بتاعت البوينتس ديت، هنا موجودة 1000 ممكن نخليها 2000، فهو هيزود عدد الكيوبس اللي بيوزعها في لكل بوينت موجودة. خلينا نجرب نقللها لحد 200. بعد كده عندنا السيد، في هنا هي على 1. خلينا نجرب 2 3 4 5. كل ما بغير الفاليو بتاعة السيد هو بيغير ال randomization options اللي هو بيحطها علشان يوزع بيها الكيوبس. فممكن نقعد نقلل ونعلي في الفاليوز دي زي ما احنا حابين لحد ما نلاقي الشكل اللي احنا عايزينه. بعد كده في عندنا الشيدر، وهنا ممكن نحط ماب او شيدر معين احنا حابينه علشان ندرايف بيه طريقة توزيع الكيوبس. علشان نشوف اللي بيحصل احسن خلينا نشيل السلكشن خالص. خلينا نعلي البوينتس دي ل3000، وجنب كلمة شيدر في سهم هندوس عليه وهننزل نويز. خلينا نعلي البوينتس كمان اكتر من 3000، خلينا 8000. ده كده الديستريبيوشن على اساس اللاير بتاع النويز اللي احنا حاطينه. الحتت اللي فيها لون ابيض هتبقى مليانة بالكلونز، والحتت اللي هيبقى فيها لون اسود مش هيبقى فيها كلونز خالص. خلينا نشيل النويز لاير خالص ونشوف من غيره. ده شكله من غير النويز لاير. خلينا نقاد النويز لاير ده تاني، وده بيبقى شكله مع النويز. ممكن غير النويز ان احنا كمان نحط حاجة زي gradient. فزي ما احنا شايفين الناحية اليمين فيها كلونز كتيرة لحد ما بنوصل لحد الشمال الناحية التانية مبقاش فيه كلونز خالص، لان هو ده الطريقة اللي هو بيوزع بيها على اساس الالوان ما بين الابيض والاسود. خلينا نشيلها خالص. بعد كده في عندنا اوبشن اسمه push apart. الاوبشن بتاع push apart دوت بيخلينا نحدد value بتتحط ما بين كل object اتعمل له scattering والتاني. هنا ال distance مثلا 10 سنتي، ده كتير. خلينا نحط 5، بما ان الكيوب بتاعنا اصلا كان 5 سنتي من جميع الاتجاهات، فلو استعملنا value زي 5 ده يخلينا ناخد اكبر عدد من غير ما يبقى في intersection ما بين الكيوبز خالص. ممكن نقلل distance دي مثلا لحد 3، ساعتها زي ما احنا شايفين كده هيبتدي يحصل intersection ما بين الكلوند كيوبز. وكده هنكون خلصنا distribution. خلينا نخش على instances. اول حاجه بنلاقيها في الانستنسز الريندر مودز، وفي هنا عندنا 2. اول واحد فيهم هو التشايلد اوبجكت، وده معناه ان هو هيخلي التشايلد اوبجكت هي الحاجه اللي هو بيعمل لها سكاترينج، او ممكن نغيرها تبقى شيبس. هنلاقي الكيوبس اختفت من الاي بي ار علشان هو هنا محتاج شيبس احنا نعمل لها سكاترينج، فهناخد الكيوب ونحطه هنا تاني، هنبتدي نلاقيها ظهرت تاني. بعد كده في عندنا الشيب مودز، وديت لو انت عندك اكتر من اوبجكت واحد جوه الارنولد سكاتر، دي الطريقة اللي هو بيختار بيها ما بين الاوبجكتس اللي انت حاططهم جوه الارنولد سكاتر اوبجكت. بعد كده في عندنا الاوبشنز ديت، وهي كلها اوبشنز خاصة بالريندر. يعني مثلا الشادو هنا لو قفلناه فهي السكاترد اوبجكت دي مش هتعمل شادو خالص. لو شلنا مثلا الكاميرا برايمري دي فهم مش هيظهروا، ده بس الشادو بتاعهم. ونفس الكلام على الباقي. بعد كده في عندنا الاورينتيشن، وهنا في الاب دايركشن في 3 مودز: الاكسس او النورمال او تارجت انت بتحدد له تارجت معين هو ياخد الدايركشن بتاعه. في النورمال هو بيستعمل النورمال العادية بتاعة الاوبجكت، او الاكسس فهو بنحدد له اكسس معين يبقى ده الاب دايركشن بتاعه. ده بيخلينا نلف الاوبجكت زي ما احنا عايزين. خلينا نرجعها نورمال تاني.
اهم اوبشنز في التاب ديت وهما البوزيشن والسكيل والروتيشن. خلينا نجرب البوزيشن. لو قلنا مثلا ان دي اكس واي وزد، فخلينا في الواي نعلي الفاليو ديت نخليها 50. خلينا نشوف ايه اللي بيحصل احسن شوية. هتلاقي ان اللي حصل ان كل السكاترد اوبجكتس اللي موجودة في الاي بي ار اترفعت بفاليو 50 سنتي عن الجراوند ليفل. خلينا نعلي الفاريشن بتاعهم، بدل 0 خليها 100. وده بالظبط اكننا استعملنا راندوم افكتور حطيناه على البوزيشن، فكل كيوب من دول واخد فاليو في الواي غير الكيوب التاني. برضو هنا في شيدر اوبشن، فاحنا برضو ممكن نحط نويز وندرايف بيها الديستريبيوشن. خلينا نقلل الفاريشن، هناخد نفس الشكل بتاع النويز بالظبط. لو علينا الفاريشن فهو فوق الشكل بتاع النويز هياخد فاليو تانية من 0 ل50 يحطها فوق النويز. نفس الكلام بيحصل مع السكيل والروتيشن. هنخش على اللي بعد كده وهو الديسبلاي. اول حاجة بنلاقيها في الديسبلاي ال LOD او level of details. هي دلوقتي موجودة 100%. خلينا نخليها 0 ونشوف اللي هيحصل. زي ما احنا شايفين هي بتختفي خالص من الفيور، عشان الفاليو ديت مهمتها ان هي عاملة زي الانديكيشن، بتقول لنا فين السكاترد اوبجكت هتبقى موجودة لو احنا مش عايزين نفتح الاي بي ار ونبص منه. هنرجعها تاني 100%. بعد كده في عندنا الفيو بورد مود. هي دلوقتي على دوتس، وده اللي احنا شايفينه في الفيو بورد. خلينا نخليها بدل دوتس نخليها اكسسز، فهو هيبتدي يحط اكسيز لكل scattered object. ممكن نتحكم في السايز بتاع الاكسيز، بدل 10 سنتي نخليها 1 فيبتدي يصغروا، او ممكن نكبرها ونخليها 20. بعد كده غير الاكسيز في عندنا الباوندينج بوكسز. هو بيحط باوندينج بوكس حوالين الكيوب او الواير فريم. عشان نعرف الفرق ما بين الباوندينج بوكس والواير فريم، خلينا نحط سفير نقللها، بدل 100 سنتي خلينا 5 برضو. هناخد السفير ونحطها تشايلد للارنولد سكاتر اوبجكت. بما ان احنا كنا مخليين الانستنسز على شيبس، فهنحتاج ان احنا نقاد السفير هناك. فهندوس على instances ونمسك السفير ونحطها. هنبتدي نلاحظ شكلها بان. خلينا نرجع تاني على display، ومن جوه الفيو بورد خلينا نزوم شوية عشان نشوف ايه اللي بيحصل. خليني اقفل الاي بي ار عشان الدنيا تبقى اسهل شوية، ونزوم شوية. هنبتدي نلاحظ الفرق ما بين الواير فريم والباوندنج بوكس، بحيث ان الواير فريم مورينا الإدجات بتاعة السفير هي فين، والإدجات بتاعة الكيوب. لو خليناها على باوندنج بوكس تاني هنلاقي ان كلها بقت كيوبس. وهو ده الفرق، ان الباوندنج بوكس عبارة عن حرفيا بوكس بيبقى حوالين الاوبجكت ايا كان شكله عامل ازاي، انما الواير فريم بتبقى شكل الإدجات اللي معمول منها الأوبجكت. آخر حاجة عندنا وهي الشيدد، وهو هنا بيورينا إيه اللي بيحصل في ال IBR. بدل ما نفتح ال IBR هو بيورينا كل اللي احنا عايزينه في الفيو بورد. بعد كده في عندنا آخر حاجة وهي ال Effectors، ودي بتسمح لنا إن احنا نستعمل أي موجراف Effector عندنا على ال Arnold Scatter Object. فخلينا نعمل add ل Plane Effector، هنروح على قائمة موجراف Effector ونختار Plane. نزوم اوت بيت كده علشان نشوف ايه اللي بيحصل. هنلاحظ ان كل ال Scattered Object اللي احنا كنا مستعملينهم زادت الفاليو بتاعة الواي بتاعتهم 100 سنتي على ما كانوا هم عليه. فخلينا نقلل الفاليو دي، بدل 100 نختار مثلا 50. وطبعا نفس الكلام هيحصل مع اي موجراف افكتور تاني. كده نكون خلصنا السكاترد اوبجكت. ويخليني اسألكم سؤال خاص بالارنولد سكاتر: ليه ممكن نستعمل الارنولد سكاتر اوبجكت وما نستعملش الكلون؟ وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم.